بص يا صاحبي، لو هتعمل بيزنس لازم تبقى فاهم ان الشغل حاجه والمشاعر حاجه تانية. مش معنى انك محترم وطيب يبقى الناس تاكل حقك. في حاجه لازم تتفهم، ان الفلوس في الشغل ما فيهاش مجامله. يعني ايه؟ يعني لما يبقى ليك حق تاخده، ولما يبقى عليك حق تدفعه بوضوح ومن غير احراج. اصل في ناس بتتكسف تتكلم في الفلوس وفي الاخر يناموا زعلانين ان حقهم ضاع. والغلط الاكبر انك تدخل مشاعرك في كل قرار. كل شويه تقول معلش حرام، اتكسف اقول. لا يا معلم، انت فاتح الشغل علشان تكسب وتنجح، مش علشان تخسر نفسك علشان ترضي الناس. لكن في نفس الوقت عارف حقك. لو سعرك كذا قول له بثقه، لو ليك فلوس اطلبها بادب، لو في نظام امشي عليه مع الكل. عشان الناس بتحترم الشخص الواضح، مش الشخص اللي كل كلامه تردد وكسوف. لان الوضوح بيحافظ على العلاقات، انما المجاملات الكتير هي اللي بتعمل مشاكل بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. يعني تبقى سهل ومحترم في التعامل، مش ضعيف ومكسوف من حقك. وفي الاخر خليك ابن اصول بس ما تبقاش ضعيف، خليك طيب بس ما تبقاش سهل يضحك عليك. عشان البيزنس الناجح محتاج عقل يفرق بين الرحمه وبين التنازل عن الحق. في النهايه ده كان مجرد راي، لو عجبك المحتوى اعمل متابعه.